هو أنا لازم أتعلم إنجليزي علشان أعرف أتعلم برمجة؟ أنا اسمها هنديل ويا رب تكونوا بخير، والنهاردة جاية أجاوب على واحد من أهم الأسئلة اللي اتسألت لي الفترة اللي فاتت، ومن أهم الأسئلة اللي بيسألها أي حد لسه داخل المجال: هل الإنجليزي شرط لتعلم البرمجة؟ والإجابة لا، مش شرط تكون بتعرف إنجليزي علشان تبدأ تتعلم البرمجة. تقدر تبدأ من الصفر وتتعلم أساسيات البرمجة بالعربي، وتفهم الأساسيات كويس بالعربي وتطبق بإيدك حتى لو كان مستواك في الإنجليزي ضعيف. لكن في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها: مش معنى إنك أنت مش محتاج الإنجليزي دلوقتي في بداية تعلمك إن أنت مش هتحتاجه بعد كده. أنت هتحتاج الإنجليزي في حاجات كتير، وعشان تفهم مصطلحات كتيرة، مصطلحات زي الكي ووردز، الكلمات المحجوزة للغة. يعني عندك مثلا في الجافا سكريبت هتبقى محتاج تتعلم الليت والكونست والاف والإلس والحاجات دي. وطبعا وأهم حاجة إنك تكون بتعرف تقرا الايرورز بشكل صحيح علشان تحل أي مشكلة هتواجهك في الأكواد بكل سهولة. طبعا هتكون محتاج تعرف تقرا الدوكيومنتيشن، والدوكيومنتيشن ده المرجع الرسمي لأي لغة أو أي مكتبة أنت بتستخدمها علشان تعرف هي بتشتغل إزاي أو بتستخدمها إزاي. وطبعا وانت بتعمل سيرش على اي حاجة اكيد هتكون محتاج الانجليزي. وطبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بفرصة كويسة ان شاء الله في مجالك وتشتغل فريلانسر وهتتعامل مع عملاء اجانب، او ممكن تشتغل في شركة انترناشنال فيطلبوا منك انك تتعامل مع عملاء اجانب، فالانجليزي هيفيدك جدا، وكمان في السفر هيفيدك جدا. المهم والخلاصة، ما تستناش ان انت تتعلم انجليزي الاول عشان تبدأ تتعلم برمجة. ابدأ من مستواك الحالي وخلي البرمجة والانجليزي يمشوا مع بعض كده خطوة بخطوة. مش مطلوب منك عدد ساعات كبيرة في يومك، نص ساعة لتعلم الانجليزي كافية جدا. وان شاء الله مع البرمجة هما الاتنين هيطوروا بعض. لما تعرف مصطلح جديد في البرمجة وتترجمه هتفهم كلمات انجليزي، ولما تتعلم انجليزي وصادفك مصطلح هتبقى عندك خلفية المصطلح ده معناه ايه. فالاتنين مجالين مكملين لبعض. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، ولو في اي سؤال ليك سيبلي في الكومنتس وهرد عليك. اتمنى اكون افدتك ولو بحاجة بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.